انا منى وده فيديو جديد النهارده. من كام يوم شفت فيديو عن الفيجن بورد وان اهميه الفيجن بورد وان هي حاجه مهمه جدا بتساعدنا على تحقيق الاهداف بتاعتنا بطريقه غير مباشره، لان لو الاهداف بتاعتنا موجوده قدامنا هتخلينا نتحمس كل شويه ونتحفز اللي احنا ندور ونجرب لحد ما نوصل الاهداف بتاعتنا. ومن كام سنه بالظبط كنت بدات ان انا اعمل الفيجن بورد، ولكن للاسف كنت شلتها من قدامي او اللي انا اهملتها، ما كنتش مخليها قدامي، فبالتالي ما حققتش الاهداف. فقررت السنه دي في 2023 ان انا هعمل فيجن بورد مختلفه، مش هخليها على كرتونه او لوحه اللي انا اعلقها على حيطه، انا هخليها على اللابتوب بتاعي لان انا بفتحه كتير، فبالتالي كل ما هاجي افتح اللابتوب هلاقي الفيجن بورد بتاعتي موجوده قدامي في الخلفيه بتاعه اللابتوب. هشارك معاكم الخطوات اللي انا عملتها اللي هي ممكن تساعدكم انكم تعملوا الفيجن بورد بتاعتكم علشان تبداوا تحققوا الاهداف من النهارده. اول حاجه عملتها ان انا كنت طبعا كاتبه كل الاهداف بتاعتي في النوت بوك عندي علشان لما اجي ادور على الصور اكون عارفه انا عايزه ايه بالظبط. وبعد كده دخلت على تطبيق بنترست، طبعا مفيش حد مش عارفه او اللي مش عارفه دي الصوره بتاعته، وبدات ان انا ادور على صور ليها علاقه بالاهداف بتاعتي. في ناس ممكن ان هي تعمل حاجه من الحاجتين دول، يا اما انها تاخد الصور دي وتطبعها، او انها تعمل زي ما انا هعمل وتجمعها في صوره كبيره وتبدا انها تحطها على خلفيه الموبايل، خلفيه اللابتوب، حسب ما هي عايزة. وحاجة كمان ممكن انكم تعملوها انكم تعملوا الصور كل صورة لوحدها، او انكم تجمعوا الصور كلها مع بعض وتطبعوها صورة كاملة كبيرة وتلزقوها برضو، وده هتوفر عليكم وقت كتير في القصقصة وفي اللزق وفي التظبيط وكل الحاجات دي. بعد ما دورت على الصور كلها دخلت على ابلكيشن كانفا، دي صورته. بدأت ان انا ادور انا عايزة الصورة بتاعتي تكون مساحتها عاملة ازاي، هل عايزاها طويلة قد الموبايل ولا قد اللابتوب، مساحتها 25 ولا 5 في 5، على حسب ما انا عايزة. بدأت احدد الحجم اللي انا عايزاه، ولكن هنا بدأت ان انا اواجه مشكلة كبيرة جدا، ان انا ما كنتش فاهمة انا المفروض اعمل ايه من على اللاب. هو تطبيق كانفا انا بستخدمه دايما مع الموبايل، فكان صعب ان انا اجيب الصور من على اللابتوب واحطها على تطبيق كانفا، ما كنتش فاهمه حقيقي انا المفروض اعمل. فقفلت التطبيق من على من على اللابتوب، ورحت ان انا اعمل الصوره الكبيره من على الابليكيشن اللي على الموجود على الموبايل، لان بجد الموضوع كان صعب جدا، مش فاهمه المفروض اعمل ايه. ودي كانت بعض المحاولات ان انا اجيب الصور والزقها، طب هعمل ايه، طب هضيفها ازاي، ولكن كل المحاولات دي فشلت. وهنا على طول رحت نقلت كل الصور على الموبايل، وبدأت ان انا ادور على التصميم من على الموبايل، كان اسهل بكتير طبعا. بدأت اضيف الصور وجمعت كمان اخترت شكل كده معين وشلت من عليه كل الحاجات اللي انا مش عايزاه، وبدأت اجمع عليه الصور لحد ما وصلنا للشكل النهائي. وده كان الشكل النهائي بتاع الصورة، بجد كانت شكلها حلو جدا. وبعد كده اخدتها نزلتها على الموبايل، وبعد كده نقلتها تاني على اللابتوب، وده كان الشكل بتاعها على اللابتوب. وبعد كده ضفتها كباك جراوند لللابتوب. الصورة باك جراوند، ونتمنى انها تطلع زي ما انا متخيل. واو واو بجد This is so cute. بعيدا عن الحاجة اللي في النص دي، بس تحفة تحفة بجد. اتمنى في اخر السنة اكون عملت الحاجات دي كلها، وارجع في فيديو واقول لكم ان انا عملت الحاجات دي كلها. وبس كده، باي باي.